كارثة تحكيمية أدت إلى خسارة الأهلي في رادس 1-0. خسارة الأهلي في رادس 1-0 بسبب كارثة تحكيمية، أو نقدر نقول كعادة حكام أفريقيا. هو ده الطبيعي، يعني مفيش حاجة جديدة على حكام أفريقيا. ولكن خلينا نبتدي الأول بأن خسارة الأهلي من الترجي 1-0 هي أفضل نتيجة للترجي. يعني حد يقول لي ده 1-0 ولسه في ماتش عودة، ولسه في ماتش تاني الأهلي يقدر يحسم فيه. في ماتش الأهلي يقدر يحسم فيه وبسهولة جدا، ولكن 1-0 دي نتيجة أفضل بكتير جدا من 2-1 أو 1-1 أو أيا كانت النتيجة اللي هيطلع بيها الترجي. لأن الماتش الجاي بالنسبة له الأهلي هيلعب من غير جمهور، ودي هتفرق جدا جدا مع الترجي، بحيث إن الأهلي مش محتاج بس يجيب جون، لا هو محتاج يجيب جونين، أو محتاج يجيب جونين عشان يقدر إن هو يصعد، أو جون ويلعب ضربات جزاء. فخلينا نتكلم الأول عن التحكيم اللي كان سيء جدا جدا جدا. الحكم امبارح يعني كان بصراحة حكم غريب جدا، اللي هو عيسى سي. يعني أنا شفت بصراحة، ومن غير أي يعني من غير يعني ما نجامل، هو الحكم كان ضعيف جدا. يعني في أول الماتش فيه كام كورة كان المفروض الحكم يدي فيهم إنذار. يعني الطبيعي إن هو يدي فيهم إنذار، ولكن الحكم كان بيدي فاولات. ممكن يدي فاولات، بس ممكن ما يديش اصلا فاولات. فكان في ماتش كده، في كوره في الاول كان زيزو تقريبا اتشد من التيشيرت، فالمفروض دي الكوره دي فيها انذار. المفروض برضو في كوره تقريبا كانت مع ياسر ابراهيم المفروض فيها برضو انذار. دي كلها حاجات ادت ان الحكم حجم الماتش مع الاهلي شويه. بس دي مش حاجه غريبه، يعني مش حاجه غريبه على حكام الاهلي او حكام افريقيا، وبالذات لما يكونوا في رادس او بيكونوا في الدول بتاعه شمال افريقيا. فالحكم يعني جه على الاهلي شويه، جه على الاهلي شويه. ولكن ده ما يعني ده ما يمنعش ان مش هو ده السبب الوحيد اللي ادى لخساره الاهلي. فخلينا نتكلم على اول حاجه المدرب. يعني انا امبارح الاهلي بيلعب من غير مهاجم. يعني انت عندك جايب كذا مهاجم، حتى لو مش بيأدي بالمطلوب. انت عندك 3 مهاجمين زي مروان عثمان ومحمد شريف وحتى كاموش الجديد ده، ما لعبتهمش. ورحت لعبت بزيزو بن شرقي وامام وتريزيجيه 4 قدام، بمهاجم، بمعنى اصح مهاجم وهمي. مفيش حد فيهم بيأدي الدور ده. يعني ولا بن شرقي مهاجم ولا زيزو مهاجم. فمش طبيعي ان انا العب او ابدا ماتش زي ماتش الترجي من غير مهاجم. ده كان تعليق ليا، لان عندك بن شرقي مش هيديك زي اللي هيديك مثلا مروان عثمان، او حتى لو كان مش ده، ممكن في ماتش زي ده يفرق مع الاهلي، ممكن زي ماتش زي ده يبقى حاجة مختلفة، الله اعلم يعني. بس احنا بنقول ان هو مهاجم، يعني كل واحد بيكون ليه مركز يقدر يلعب فيه او يقدر يهاجم فيه. في حاجة كمان، البداية بنبيل كوكا. يعني أنا مش عارف بصراحة، أنت مثلا عندك مروان عطية، ليه أصلا أقعد مروان عطية وهو يعتبر أفضل واحد في مركزه، وأبدأ بنبيل كوكا اللي هو مبيلعبش بقاله فترة؟ طب ما هو كده اللعيبة أو الترجي بدأ يمسك عليك كورة، لحد ما أنت بعد كده نزلت مروان عطية وبدأت الدنيا تمشي معاك شوية. ده بالنسبة حتى بتاعت مروان عطية ونبيل كوكا. في حاجة كمان بصراحة، يعني لازم نديله حقه، وهو مصطفى شوبير. يعني ولولا امبارح مصطفى شوبير شايل حوالي 3 كور أو 3 تجوان. بمعنى صح، كان الأهلي ما خسرش بس 1-0، كان أقل حاجة هيطلع 2-0 3-0. ولازم نديله حقه زي ما بندي الناس التانية حقها. فمصطفى شوبير بصراحة امبارح عمل ماتش، يعني هو بصراحة كل ما بينزل بيعمل ماتشات كويسة وبيكون هايل جدا. فدي كانت من الاسباب اللي خلت الاهلي امبارح يخسر. طبعا ضربة الجزاء هي ضربة جزاء على محمد هاني. يعني انا الصراحة ما شفتش حد بيطلع يعمل ايده كده.
يعني هو طالع ناطط، المفروض انا بنط طبيعي بايدي جنبي، انا اول ما اشوف ان واحد بينط وعامل ايده وفارد دراعيه من ناحيه ضربه جزاء، فهي ضربه جزاء 100%. في برضه ضربه جزاء على لاشرف بن شرقي، يعني هي ضربه جزاء، ولكن هو اشرف بن شرقي انا شايف ان هو كان لازم يدي يعني الشد حقها. هو اللعيب لما شده المفروض اشرف بن شرقي يقع، المفروض يعترض، يبقى فيها حاجة فيها يعني انا بقول يقع عليه لان هو الحكم انا شايف ان هو مثلا ماسكك بس انت مشيت بالكورة بس انت ما وقعتش، فممكن ما ادكش ضربة جزاء. ولكن هي لو هي تتحسب، هي تتحسب فاول، فهي فاول، فهي اذا انت تتحسب ضربة جزاء. فهو الحكم ما كانش، كان من أسوأ الحاجات الموجودة في الماتش امبارح. وفكرة إن هو يقف حتى بعد الماتش ويطلع الكارت الأحمر ويفضل واقف مستني أي حد يجيله، يعني ما مش فاهمها برضه بصراحة. هو حتى لو ده حقه، بس احنا ستيل يعني مش عارف بصراحة ليه ليه التحفز ده أصلا. وزي ما انتوا عارفين إن نفس الحكم ده كان قبل كده طرد جراديشار في ماتش الأهلي في نفس البطولة، وكان يعني طرد عجيب وغريب يعني. وهو ده اللي احنا بقول عليه ان هي حكام افريقيا، يعني سواء في فار ما فيش فار ما تقدرش ان انت تعتمد عليهم في اي بطولة وفي اي مكان. وزي ما في ناس بتستفاد منهم، في ناس كتير جدا بتتضرر منهم، زي ما يكون الاهلي قبل كده استفاد مثلا منهم في تحكيم، لكن هو بيتضرر برضه منهم، وكذلك الزمالك وكذلك الفرق المصرية بالذات قدام فرق شمال افريقيا. آه، دلوقتي الاهلي هيرجع يلعب مع الترجي في استاد القاهرة، ولكن هيلعب من غير جمهور. ماتش مش هيبقى سهل جدا، ماتش هيبقى صعب، في ظل ان الاهلي مستواه مش ثابت، في ظل ان الاهلي نفسه مستواه آه متذبذب ومش حلو. فهيبقى ماتش كمان من غير جمهور للاهلي، واللي هو بيكون اصلا اكتر حاجة بتدي حافز للعيبة، او بتدي حافز او بتديله تفوق على الترجي، الجمهور الاهلي، واللي هو للاسف مش هيكون موجود. ودي حاجة هتنقص من فرص الاهلي في ان هو يصعد نص النهائي. وانا اتوقع، يعني اتوقع لو الاهلي لعب ماتش الترجي وقدر ان هو يجيب جون بدري في ظل الظروف اللي هو فيها دي، هيقدر ان هو يكسب، وهيقدر ان هو يرجع تاني. خلينا برضو نتكلم على ماتش الزمالك وأوتوهو الكونغولي اللي هو هيكون في استاد القاهرة يوم الأحد تقريبا، تالت يوم العيد. ده هيكون برضو ماتش مش سهل، ولازم لعيبة الزمالك تاخد درس من ماتش السنة اللي فاتت اللي هو ماتش ستيلن بوش، اللي انت برضو كنت متعادل هناك 0-0، وجيت هنا وخلاص الناس كلها كانت متوقعة ان احنا خلاص هنكسب الماتش، والماتش في ايدينا وتمام والدنيا كلها زي الفل، وراح دخل جون في الزمالك وخسرنا للاسف الماتش وطلعنا بره البطولة خالص. فلازم اللعيبة، يعني هو جون واحد يطلعك بره البطولة، فهي بالنسبة لي 1-1 هي زي 0-0، بالذات في ظل يعني المفاجآت اللي الزمالك بيحب يقدمها لجماهيره في العيد. فلازم الزمالك يخلي باله، او لازم اللعيبه تخلي بالها من الحته دي، ولازم يبقى دايما حاطين ماتش ستيلنبوش قدام عينيهم، ان احنا لسه ما صعدناش، احنا 1-1 متفوقين، ولكن لسه في ماتش تاني 90 دقيقة نقدر ان احنا نحسم فيهم التأهل. فاحنا لازم نخلي بالنا، لازم اللعيبة كلها تبقى شايفة ان مفيش مجال ان احنا حتى نبقى نازلين ان احنا عندنا نازلين كسبانين الماتش من قبل ما نلعب، لان مفيش حد بينزل كسبان الماتش. لازم الكابتن معتمد جمال لازم يكون موضح الكلام ده للعيبة ومفهمهم حاجة زي كده، وقادر ان هو يوصل لهم بس. فهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه في حتة ماتش الزمالك وأوتوه الكونغولي، لأن هو مش هيبقى ماتش سهل خالص، هيبقى ماتش برضه رخم، في ظل إن الأوتوه الكونغولي لو حتى الناس اتفرجت على الماتش امبارح هتشوف إن الفرقة نفسها عندها لعيبة، عندها
حوافز، عندها يعني برضو بتلعب فاولات كويس برجلها كويس، ضيعت كام كورة كام هجمة، في ظل ان انت هتيجي تلعب مفتوح على ارضك، فانت وارد ان انت يبقى عليك هجمات، فلازم يبقى اللعيبة تاخد بالها. ويا ريت بس ما فتوح ما يلعبش وينج زي ما بيلعبوا، يا ريت كل واحد يلعب في مركزه عشان نقدر ان احنا نطلع نطلع من الماتش كسبانين ان شاء الله. وعندي مشكله، يعني انا عندي مشكله مع محمد صبحي. انا شايف ان محمد صبحي يعني مش لازم يقع، مش لازم يلعب. يعني انا عندي مهدي سليمان ماشي كويس ومأدي في الدوري ومأدي كويس جدا ماتشات وبيشيل كور صعبة، وكان بيلعب قبل كده برضه في أفريقيا والدنيا مشيت معاه كويس. ليه ألعب محمد صبحي؟ يعني أنا مشكلتي ليه محمد صبحي؟ أنا بصراحة كواحد زملكاوي ما برتاحش محمد صبحي بيلعب. لا، انا عندي واحد مأدي، عندي عندي حارس كويس، زي مثلا انا عندي مصطفى شوبير كويس، لا انا مثلا مصطفى شوبير هو اللي هيلعب. ليه العب محمد الشناوي؟ ليه بجامل بجامل لعيبه على حساب لعيبه؟ انا نفس الكلام، لازم عندي مهدي سليمان لعيب كويس، عندي مهدي سليمان مأدي كويس معايا، الدنيا معاه كويسه وفورمه عاليه، حتى لو هو ما كانش في الفورمه دي بس هو واخد فورمه كويسه. ليه اقعده وابدا العب محمد صبحي وارجع تاني العب مهدي سليمان تاني؟ بعدين ده هو حارس مرمى مش لعيب. انا عن نفسي واحد مش برتاح لما يكون محمد صبحي بيلعب. فنتمنى ان الماتشات سواء اهلي او زمالك تطلع على المستوى اللي احنا عايزينه، في ظل صعوبة لقاء الاهلي والترجي هنا، وفي ظل السهولة الخادعة اللي في ماتش الزمالك وأوتوه الكونغولي. شكرا.